النهارده حالة من الذعر انتابت كثير من المصريين امبارح بعد نشر مجموعة من شباب لبيان أطلقوا عليه البيان الأول لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكمان أنشأوا صفحة خاصة ليهم على الفيسبوك بنفس الاسم. وقال البيان: نحن شباب الدعوة السلفية بمصر نعلن عن البدء في إجراءات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتداء بالأراضي المقدسة، كما نعلن أننا غير تابعين لحزب النور تبعية مباشرة، ولكننا أعضاء في الحزب، ومن ثم نسير على نهجه لأنه الأقرب لشريعة الله. وأشار البيان إلى أنهم أنشأوا الهيئة اعتمادا على رغبة الشعب المصري في الاحتكام إلى شريعة المولى عز وجل، وقالوا أن الهيئة غير تابعة لأي حزب، وأنهم يرحبون بعد تكوينها بتسليمها لحزب النور لإدارتها، وأنهم مش هيعلنوا عن هويتهم إلا بعد وصولهم إلى العدد المناسب. معي على التليفون الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. مساء الخير أستاذ نادر. مساء النور يا فندم، السلام عليكم. يا ترى إيه صلة حزب النور بهذه الصفحة وما جاء فيها؟ طيب، المفترض أن الصفحة دي يا أستاذ عمرو امبارح بس أنشئت زي ما أي متابع للفيسبوك يقدر يصل إلى هذه الحقيقة. الحقيقة اللي وراها بقى ان احنا من 24 ساعة انزلنا تنويها واضحا ان صفحة ان حزب النور ليس له علاقة بهذه الصفحة او هذه الهيئة المسماة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر. فانا عايز اضيف على الخبر وبعد كده اعلق. اتفضل. ده احنا الان امام خبرين، خبر بيقول ان انشئت صفحة، وخبر تاني بيقول ان حزب النور من 24 ساعة بينفي اي علاقة له بهذه الصفحة. تمام. التعليق بقى واضح ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الدعوه الى المكارم التي امرت بها الشريعه والنهي عن ما حرمته الشريعه ده ثابت ومستقر اصلا عند المصريين. مفهوم قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انما المشكله في ايه؟ في اللي وصل للاستاذ عمرو الليثي واللي وصل للمشاهدين واللي صدموا منه، وانا معهم في ذلك، ان اكيد صدموا للاسلوب اللي بيتكلم به هذا البيان او للهيئه المختلقه دي. ان واضح جدا طبعا الافزاع والتفزيع قصدي والترهيب والتخويف من حزب النور، ان خلاص بقى بعد لما وصل وبعد لما فاز بهذه النسبه الكبيره جدا هيبدا بقى يكشر عن انيابه. كلام مرفوض طبعا جمله وتفصيلا. ولو حضرتك انتبهت لكتابه او اسلوب كتابه البيان، اسلوب واضح يعني تعمد الاصرار مره والثانيه والثالثه على كل حاجه تثير الحساسيه عند المصريين، اقتداء بالحته الفلانيه، واحنا شايفين الناس عايزه تطبق الشريعه فاحنا خلاص هنطبقها ولما نصل لعدد والكلام ده. اسلوب ركيك جدا، وواضح ان هو كل الهدف من ورائه الزج باسم حزب النور في اي صوره من الصور المنفره اللي تجعل الناس تنفر طبعا من فرض شيء عليها واجبارها على شيء بالقوه. خليني اوضح لحضرتك موقفنا وتبقى مناسبه طيبه. ان احنا طالما انتهجنا من 30 سنه والى اليوم واكثر من 30 سنه مبدا الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه، بمعنى ان دلوقتي انتوا بقيتوا تحت قبه البرلمان، يعني لكم نوع من السلطه، هتعملوا ايه؟ والله هنوضح للناس الحق من الباطل والصح من الغلط. طيب السؤال اللي هيطرحه استاذ عمرو، لو الناس ما وافقتش، هو ده بقى بيت القصيد. لو الناس ما وافقتش يبقى انا اللي غلطان مش الناس اللي غلطانه. الناس المسحوقه الغلبانه المضطهده اللي عاشت طول عمرها في قهر وكبت واضطهاد، انا دلوقتي اشيل الجاني واشيل الجلاد واقعد مكانه واتلذذ كده بساديه ان انا اعذب في الناس وانكل بهم وابقى انا ممثل الشريعه؟ لا ابدا. انا لو الناس ما قبلتش مني الدعوه يبقى انا اللي غلطان، انا اللي هعود باللائمه على نفسي مره والثانيه والثالثه والرابعه. عمر ما هيبقى الشعب هو اللي غلطان، انما اللي حطه في هذا المأزق اكيد هو اللي تراكم به عليه السنوات الطويله دي زي ما ذكرنا. فلا علاقه لنا بهذه الصفحه، لا علاقه لنا بهذا الاسلوب. بس استاذ نادر اسمح لي، البيان لما طلع على الورقه عليها الشعار بتاع حزب النور، وبعدين هم قالوا ان احنا لما هننتهي هنعلن احنا مين وهنسلمه لحزب النور، لك تعقيب؟ بالله يا استاذ عمرو، ده سياق ينفع ان انا ارد فيه عن نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان البينه على المدعي، يعني لابد على اللي بيدعي علينا الادعاء ان يثبت، ان يعطينا دليلا دامغا. انا ممكن اخد شعار البرنامج بتاع حضرتك واحطه على ورق
وقلد حتى امضتك وقلد، واعتقد ان حضرتك اصبت بضرر معنوي هائل جدا كلنا تاسفنا له، ان البعض حاول يزج باسمك، صح كده؟ الفتره اللي فاتت يزج باسمك الفتره اللي فاتت في مساله اللي حصل في القصر العيني، مش كده يا استاذ عمرو؟ صحيح صحيح. وتضايقت انت بشده من ذلك. الناس عايزه تنال من سمعتك، شايفينك انسان ناجح وانسان مشهور، عايزه تنال من سمعتك. نفس الامر بيحدث مع حزب النور. اي صفحه بتطلع تحط عليها شعار حزب النور وتتكلم عن حزب النور يبقى خلاص هي مننا. الناس عارفه على الفيسبوك ان الصفحه دي ممكن تؤلف في 3-4 دقائق، مش قصه. المشكله ان حزب النور يعترف بها او لا يعترف. والمشكله الاكثر كمان ان طيب حزب النور ده لما يصل تحت قبه البرلمان الناس خلاص اعتادت على الحراره الثوريه. يعني لو الناس رأت منه استمرارا في نهج الطغيان او استمرارا في نهج الفرض والاجبار بالقوه، الناس مش هتسكت له. طب استاذ نادر، هم قالوا ان هم اعضاء في حزب النور، هل انتوا تعرفوهم؟ يعني هل انت سالت هم مين؟ لا، ده انا اقول لحضرتك المفاجاه بقى، ان احنا عارفين من وراء هذه الصفحه. مين بقى اللي وراها؟ طيب هو سارع طبعا شباب الدعوه السلفيه والدعوه السلفيه وحزب النور سارعوا الى نفي وانكار ذلك تماما. لكن خليني اقول ان نفس برضه اللي حصل ده حصل معنا قبل كده من 3-4 شهور في مساله الصوره المفبركه بتاعت زوج المرشحه الفلانيه والكلام ده. وطلع برضه واحد بعد كده لما احنا قلنا احنا خلاص بنعد الملف لدعوه قضائيه، الناس اتصلت بينا وتوسلت لنا وترجتنا ان بلاش، وكانت دعابه ونصحه والكلام ده. احنا عارفين مين اللي ورا الصفحه دي، بس مين؟ قول لي بقى مين اللي وراها. لا ما انت المفروض طالما تعرف يا استاذ نادر مين اللي وراها. لا ازاي؟ انا ما ورطتش نفسي على الهواء. لا الكلام ده احنا بنتركه للجنه القانونيه، لجنه الشؤون القانونيه عندنا هي اللي بترد رد قانوني، انما الراجل المتحدث الرسمي ده كلامه بيحاول يوزنه قدر المستطاع. طب هل انتوا عرفتوا لما عرفتوا مين اللي وراها خدتوا اجراءات قانونيه حيالهم؟ ما انا عايز اوصل لحضرتك بقى الفارق. انا دلوقتي حد بيتهمني اهو جزافا، انا مش هعيد بقى الخطا واتهم انا الناس جزافا نقول والله ده التيار الفلاني اللي كارهني او الحزب الفلاني اللي كارهني. لا ابدا، احنا بنتحرى الدقه وما بنحبش نظلم حد ولا نحب ان احنا نفتري على حد الكذب، لان ربنا علمنا قد خاب من افترى، فعمرنا ما هنفتري على حد حاجه. معانا لجنه قانونيه بتعد اوراق هذه المساله، وان كانت هي لسه برضه غامضه، واثبات الجريمه الالكترونيه في مصر لسه برضه يا استاذ عمرو يشوب الكثير من المشاكل، مش بسهوله تثبت الجريمه الالكترونيه. لكن قدامنا اللي امامنا ان احنا قدام الناس نقول لهم لا علاقه لنا بذلك، وانتم عارفين نهجنا كويس، والمرحله الاولى والثانيه تشهد ان الناس نفسها بحب. هي المرحله الثانيه احنا واخدين 3 مليون صوت، فالناس نفسها هي اللي بتحب. هي استاذ نادر اسمح لي انا اشتم ما بين السطور كده بين كلامك انك انت بتتكلم ان هذا البيان مرتبط بالانتخابات مثلا او بالمنافسه الانتخابيه. الله يفتح عليك يا استاذ عمرو، الله يفتح عليك، ان ده استمرار نفس زي برضه قبل كده ما اتقال علينا بيقطعوا الودان وهيرموا الناس بميه نار. طب يا اخي ما تقول لنا على طول مين بقى طالما الموضوع انا سهلتها لك شويه. معلش يا استاذي انا بحترم حضرتك جدا، بس انا صعب جدا يعني مش عايز اقع في نفس الغلطه اللي بيقع فيها غيري. طيب. بلاش عشان ما اظلمش حد، لازم تبقى لجنه شؤون قانونيه والمسائل القانونيه تاخد مجراها، بس تمام. ساعتها بقى وعد ان هنطلع ونقول ونشوف بقى الناس هتستسمحنا تاني وتقول لنا معلش كنا بنهزر ولا لا. المساله بس الاخيره يا استاذ عمرو ان على فكره وحضرتك اعلامي فاهم هذا الامر، لما انا اطلع ده 5 مداخله تليفونيه، انا شايفها دي دعايه مجانيه بالمناسبه. يعني انا بطلع، انا ما عنديش هذه المساحات الاعلاميه الكبيره جدا، فلما تطلع عني تنشا عني كذبه واختلاق واطلع انا اكذبه مره والثانيه والثالثه، ده بيديني رصيد عند الناس اكبر واكبر. الناس بتحس ان هذا الحزب مظلوم، هتتعاطف. عموما انا عايز ادعوك يا استاذ نادر انك انت تيجوا من عندنا وتكشفوا السر من 90 دقيقه. نتشرف بذلك يا استاذ عمرو. الله يكرمك، الله يخليك. انا بشكرك جدا جدا استاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. تواصلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار في المحافظات. في المنيا أهالي قريتي الحواصلية وريدة قطعوا طريق مصر أسوان الزراعي احتجاجا على عدم توفير الاسطوانات، و150 مواطن قطعوا السكة الحديد عند مزلقان بني مزار لمدة 3 ساعات احتجاجا على نقص اسطوانات البوتاجاز. وتظاهر المئات في مدينة القوصية بأسيوط وعدد من القرى التابعة لها أمام مجلس المدينة احتجاجا على عدم توفر الخبز واسطوانات البوتاجاز. ووقعت اشتباكات بالأيدي والعصي بين المتظاهرين وسائق السيارات الذين حاولوا المرور في الشارع. وفي كفر الشيخ استوقف مجهولون سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز متجهة إلى مستودع في بيلا، وأشهر أحدهم في وجه السائق سلاح ناري وهددوه بالقتل وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا السيارة وفروا هاربين.
وزارة الثقافة النهاردة عملت مؤتمر صحفي علشان تعلن عودة المجمع العلمي إلى مقره الأصلي في بيت السناري بالسيدة زينب. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. في مؤتمر صحفي ببيت السناري بالسيدة زينب، كشفت وزارة الثقافة عن مصير المجمع العلمي الذي عاد إلى أصله ومارس حياته من جديد. اول هام ان المجمع العلمي المصري عاد لمقره الاصلي اللي احنا فيه، اللي هو بيت السناري. ده المقر اللي اتخذه نابليون بونابرت مقر للمجمع العلمي المصري. فكان احنا بنعلن للرأي العام المصري المجمع ما زال حي. مكتبته هترجع لبيت السناري قريب جدا، وهنبتدي نستقبل الباحثين والدارسين. هنبتدي نستقبل الاهداءات المقدمه للمجمع العلمي المصري بيت السناري. في مجموعه من الانشطه هتقوم بها مكتبه اسكندريه مع المجمع العلمي المصري، ابرزها انتاج فيلم تسجيلي عن المجمع، رقمنة مجلة المجمع كاملة من أول عدد لآخر عدد، وإتاحتها على موقع المجمع مجانا للجمهور. الأمين العام للمجمع محمد الشرنوبي أكد أن ما فقدته الثقافة المصرية في حريق المجمع لا يمكن تعويضه. الخسائر العلمية لا يمكن تعويضها، ولا أستطيع أن أقول لك ما هي الخسائر، لأن حتى الآن لا زال الأمل باقيا لاستنقاذ عدد من المراجع اللي موجودة تحت الحطام، لأن السقف العلوي والذي يليه والثالث كلهم سقطوا في الداخل. الهدم جاء من الداخل على كل المقتنيات الموجودة، يعني الطابق الثاني بما عليه من أرفف، والسطوح، والطابق الأرضي بما على جدرانه من أرفف مليئة بالكتب، والدواليب في الغرف المجاورة كلها انهدت فوق بعضها. وعن حالة المجمع الآن قال الأمين العام: الجدول الزمني في ايدين من يقومون الآن بالترميم وليس في أيدينا، وقد بدأ فعلا العمل، والعمل جاري من أول أمس في المجمع العلمي، وجاري تدعيم الجدران تمهيدا لرفع الأنقاض التي تكثو تحتها بعض المراجع إن شاء الله. من حريق دار الأوبرا إلى المسارح القومية وأخيرا المجمع العلمي، يكتفي المثقفون في مصر بالتعبير عن الحزن والذهول، أما الخاسر الوحيد فهو الثقافة وقصورها التي تحتاج إلى إنقاذ. النهارده أصيب وزير الصحة الإنسان المحترم الدكتور فؤاد النواوي بأزمة قلبية حادة مفاجئة أثناء ممارسته لمهام عمله اليوم. نقل على أثرها لمستشفى دار الفؤاد. حالة الوزير مستقرة نسبيا، والبعض قال إن السبب إصابته هو تعرضه للإرهاق الشديد خلال الفترة الماضية، إلا أن مصادرنا أكدت أنه حاليا هتجرى له جراحة دقيقة في الشريان الأورطي، هو حاليا في العناية المركزة. ومصادر في دار الفؤاد قالت لنا أنه هيجري جراحة دقيقة في القلب خلال ساعات قليلة، وبعدها إن شاء الله بإذن الله يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة 24 ساعة. أدعو للدكتور فؤاد النواوي وأرجوكم أن تدعوا له بالشفاء. هذا الرجل إنسان بمعنى الكلمة، هذا الرجل لمن لا يعرفه إنسان مخلص وطبيب رائع، إنسان يعني كم من آلاف الحالات قد عالجها فؤاد النواوي، أمراض لناس جالهم القلب وأمراض باطنية، وكان رجل بيتعامل لوجه الله. يعني مش عايز أقول كان معانا زمان في واحد من الناس بيعالج لنا حالات كثيرة بالمجان. هذا الرجل يعني له أيادي بيضاء على مرضى كثيرين، وأنا شخصيا منهم. فأدعو لفؤاد النواوي بالشفاء، أن يرفع الله عنه، لأنه حالته حالة يعني صعبة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرفع عنه بإذن الله، ويقوم بالسلامة لزوجته والأولاده والمحبيه ولجميع المصريين إن شاء الله. النهاردة كان يوم الحقيقة غريب. قام مجموعة من المسلحين باعتراض سيارة ترحيلات في الطريق الدائري بقسم شرطة الشروق، وقاموا بتهريج 9 سجناء وإصابة مقدم شرطة بطلق ناري. وزارة الداخلية صرحت أن المتهمين كانوا مسجلين في قضايا جنايات وجنح وقتل وسرقة بالإكراه. اعترضتهم سيارتين يستقلوهم مسلحين وأطلقوا عليهم النيران، مما نتج عنه إصابة المقدم أيمن عبد الحليم قائد المأمورية. وتكثف حاليا وزارة الداخلية البحث لإعادة المتهمين. نتمنى أن تكون الإصابة إصابة المقدم أيمن عبد الحليم بسيطة إن شاء الله، وربنا هيقومه بالسلامة إن شاء الله.
النهارده ايضا اقيم المؤتمر السنوي لجمعيه عصر العلم بمدينه زويل، وشهد هذا المؤتمر اول ظهور لرئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف. نشوف التقرير نرجع تاني. ولكن هناك علاقة وثيقة. آن الأوان للبناء. مسيرة التقدم والتنمية مستمرة ولن توقفها أي أهواء. الجميع وضع الخلافات جانبا وشمر عن ذراعيه ليكمل مسيرة التقدم التي أساسها العلم ووقودها الحماس والإصرار. لما ببص على الشباب اللي بيجي يحضر لي ده وعايز يتعلم حاجات جديدة، والمصريين الغلابة اللي كله بيتبرع من أجل الوطن ومن أجل مصر، ده بيديني الأمل والتفاؤل. من لم يقرأ التاريخ يقول لك فهو ملعون بتكراره. اقروا التاريخ تلاقوا ان مصر طول عمرها هي بلد قائدة ورائدة، واخده بالك ازاي؟ تمر بها مراحل اضمحلال بغض النظر مده 10 20 30 سنه، دي كلها في عمر الزمان قليله جدا وبترجع تاني. والنهارده بعد اللي حصل في الثوره وبعد اللي بيحصل دلوقتي في الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي، فإنه أعتقد أن مصر ابتدت دلوقتي الخطوة الأولى إن شاء الله بإذن الله نحو مشروع النهضة. هناك مخطط كبير لتغيير خريطة البحث العلمي في مصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبعض المؤسسات الداعمة زي الجامعة البريطانية والجامعة الأمريكية وجامعات أخرى، حتى كمان وزارة التعليم العالي وكل المجتمعات المدنية بنتطرق إلى زيارتها لتنقيب والتقاط المبدعين من شباب الباحثين. مفيش دولة في العالم تقدمت إلا بالعلم، والعلم لازم يبقى أسلوب حياة ولازم يبقى ثقافة مجتمعية. ليه؟ لأن ببساطة كده شديدة لما تبص تلاقي الصناعة عشان تتقدم تعتمد على البحث العلمي تتحول إلى تكنولوجيا. مستقبل مصر عظيم جدا 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 جدا، واحنا في طريقنا، مصر في طريقها الى الرفعه والسمو، بس نصبر شويه ونجتهد ونشتغل. صغار السن كبار العقول شهد العالم أجمع نجاحهم، وتجمعوا هم أنفسهم على حب مصر وإهدائها هذا النجاح. والله أنا أهدي نجاح لكل المصريين، لأن هم صراحة ساعدوني يعني أماكن كتيرة جدا في مصر وشركات كتيرة جدا وجامعات ساعدوني جدا ان انا احصل على المركز الاول في مسابقه نجوم العلوم. احنا عمرنا بنتقدم بالاختلاف، احنا بنتقدم دايما بالاتفاق، والثوره دي حاجه جميله فعلا، بس طول ما تبقى ثوره علميه وثوره اقتصاديه يبقى ملهاش معنى. واصلا ان انا من اول الناس اللي اللي كسبت جرين ابل اوورد من مصر، وانا اخويا بصراحه يعني انا نفسي اكتب على الخلايا بتاعتي ميد ان ايجيبت. اعطني السناره وانظر كيف اصطاد. هذا حال مصر الولادة بأبنائها، فهل يعبرون هم أنفسهم المرحلة الصعبة؟ وهل تحتضن مصر هؤلاء النوابغ بالرعاية والدعم؟ وفاء بكر، 90 دقيقة، قناة المحور. والله حاجة تفرح جدا، الواحد بيبقى فخور انه مصري لما بيشوف عندنا علماء قادرين، عندنا أشبال. شفتوا الطفلين الجميلين دول اللي واخدين جوائز عالمية في مجال الاختراعات والابتكارات. عندنا عقول رائعة، محتاجين بس ان احنا نضمها لصدرنا ونزقها لقدام ونقول لهم احنا واقفين وراكم. محتاجين كلنا ان احنا يكون شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو دعم مصر، نجاح مصر، نمو مصر، صناعة مصر، تطوير صناعة مصر، تطوير البحث العلمي في مصر. وعندنا مدينة زويل حاجة رائعة ومفتخرة وحاجة الواحد يبقى سعيد بها جدا على مستوى العالم كله. فيا رب إن شاء الله تكون هذا الملتقى وهذا الاجتماع بداية ان احنا نشتغل ونتحرك، وان احنا نبدأ نقول بقى ان احنا فعلا بعد الثورة بنخش عصر العلم على أقدام ثابتة. وبإذن الله إن شاء الله يكون عام 2012 بداية انطلاق جديدة لمصر كلها إن شاء الله بإذن الله.